بابا مم. هسألك 5 أسئلة، لو جاوبتهم صح هتكسب معانا انك تبقى محلل لماتشات الاهلي في كأس العالم للأندية. موافق؟ موافق. يلا نبدأ. اول سؤال بيقول لك من هو ثالث كأس العالم 98؟ ثالث كاس العالم 98 كرواتيا. كرواتيا. اوكي، اجابة صحيحة. كان نجم المباريات كلها لمنتخب ونجم كرواتيا كان سوكر. اوكي. طيب تاني سؤال، من هم اصحاب اول اهداف الاهلي في كأس العالم للأندية؟ فلافيو ابو تريكة. اوكي. كان ماتش ايه لو تفتكر؟ اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي، صح. أوكلاند سيتي. بالظبط. انا الماتش ده اصلا يعني بقولها لك اهو، يعني اعتراف، انا زوغت من المدرسه واتفرجت عند واحد صديقي في الشارع. بس يعني انا فاكر كويس قوي انك كلمتني في التليفون قلت لي انا مزوغ. بالظبط. انا هروح اتفرج على الماتش. بالظبط. السؤال اللي جاي، في اي سنه اعتزل الكابتن محمود الخطيب؟ 87. تفتكر حاجه في الماتش الاعتزال ده؟ ايوه. ايه هي؟ لن انسى جملته الشهيره. الف شكر الف شكر الف شكر. بالظبط. مع انها بسيطه بس جميله وسماعه. بالظبط. طيب الكابتن محمود الخطيب عمل اسيست عالمي في كأس الامم الافريقيه 86، مين اللي سجل؟ يا ابن الذين. اللي سجل محمود الخطيب عمل اسيست وسجل شوقي غريب. الله عليك، ابن المحله العظيم. غزل المحله. حبيب قلبي. طيب اخر سؤال بقى، لان انت جاوبت كله صح، فطبعا مبروك عليك، هتحلل مباراه الاهلي في كأس العالم للأندية. اخر سؤال بيقول لك الاهلي هيعمل ايه في كأس العالم للأندية؟ هيعمل مفاجاه. اوكي، ده انتظروا المفاجاه. اوكي. ثانك يو فيري ماتش المحلل الرياضي بتاعنا. شكرا.